ولادنا والسوشيال ميديا ما تحسيش انك لوحدك. تعالي اقول لك، اوروبا فتحت تحقيق علامتها وممكن الغرامه توصل ل 12 مليار دولار بسبب ان البلاتفورمز بتاعتها بتسبب الادمان للاولاد. الامارات قررت ان تحت 15 سنه ممنوع السوشيال ميديا، ولازم لما تيجي تدخل عمرك لازم تدخل الاي دي بتاعك عشان يتاكدوا ان السن مظبوط. وده بعد تجربه استراليا اللي فشلت فيه، رغم ان هم منعوا ان اقل من 16 سنه يبقى عندهم سوشيال ميديا، لكن فشلوا بسبب ان الولاد بقوا بيرسموا شنب وبيعملوا وبيستخدموا الفي بي ان، واكتر من 85% من الاعمار ديت لسه عندهم سوشيال ميديا. ولان التكنولوجيا بقت موجوده في كل المدارس بشكل اوفر جدا من زمان، ولقوا ان مستوى الاولاد في القرايه والكتابه بينزل جدا والمستوى العلمي بتاعهم والذكاء والتفكير بيقل جدا، قررت بلد زي النرويج والسويد ان هم يرجعوا تاني لاستخدام الكتب والاقلام ويقللوا جدا وجود التكنولوجي في المدارس، وممكن يبداوا ان هم يحطوها بشكل بسيط من اول 13 سنه. يعني العالم كله دلوقتي بيتحرك ان احنا لازم نقنن التكنولوجيا وان هي ما تبقاش مضره لينا، ولو مش هتنفعنا يبقى بصراحه ملهاش لازمه. القانون لوحده مش كفايه، والوعي والمسؤوليه هتبدا مننا احنا، ودي مسؤوليتنا قدام ربنا، فالحكومات مش مسؤوله لوحدها. ولا ايه رايكم؟